في عيد ميلاده 5 معلومات عن محمد فؤاد. عمرو دياب يخطف منه أغنية ما تخافيش ويرفض العمل مع هذا الممثل. يحتفل محمد فؤاد بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر، وكان فؤاد قد ولد في مدينة الإسماعيلية وتربى في حي عين شمس. يتمتع محمد فؤاد بالصوت المميز الذي نعرفه دون النظر للذي يغني، فقد اشتهر بأغنية الحب الحقيقي الذي يحبها الأطفال والكبار، وأغنية خدني الحنين، ولو، ويا ناسي روحي. كما أن فؤاد مثل في 9 أعمال فنية من أبرزهم فيلم إسماعيلية رايح جاي، وأمريكا شيكابيكا، وغاوي حب. كما قدم لأول مرة مسلسل أغلى من حياتي عام 2010، ليعود مرة جديدة للتمثيل بمسلسل الدار المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل. هننشر النهاردة 5 معلومات قد لا تعرفها عن محمد فؤاد في عيد ميلاده. قصة اكتشاف عزت أبو عوف لمحمد فؤاد في فيلم إسماعيلية رايح جاي قصة حقيقية، حيث أن عزت صرح في برنامج أنت حر أنه كان يسير بسيارته بجانب نادي الصيد، فوجد 3 شباب. جاء أحدهم وقال له أن صديقه يتمتع بصوت جميل، فطلب عزت من فؤاد أن يغني، ومن هنا اكتشفه عزت أبو عوف. أغنية ما تخافيش وميال التي غناهم عمرو دياب هما في الأصل كان لمحمد فؤاد، لكن حدث أن عمرو سمع الأغنية الأولى وتحدث مع مجدي النجار مؤلفها لكي يأخذها، ولكن الكاتب لم يعرف ماذا يفعل، فقدمها عمرو في حفلة له. فوصل هذا الخبر لفؤاد ليتصل بعمرو ويعاتبه، فيرد دياب ويقول أن الأغنية تعجبه ويريدها، حتى سجلها عمرو وسجل محمد فؤاد وقتها أغنية وريتيني الويل. أما أغنية ميال التي كانت تخص محمد فؤاد فوجد الأخير أن عمرو دياب قد طبع 10 مليون بوستر لميال، ودخل مجدي النجار على فؤاد ومعه البوستر، ليقرر محمد فؤاد أن ينهي عمله معهم، ولكنه قال في برنامج 90 دقيقة أن عمرو دياب قدم الأغنية أفضل منه. فيلم رحلة حب كان مشروع بين محمد فؤاد وعمرو دياب، ولكن فؤاد عدل به وأصبح أحمد حلمي يشاركه البطولة، وذلك بسبب طلب دياب تأجيل التصوير. أول عمل تمثيلي يقدمه محمد فؤاد كان فيلم القلب وما يشاء عام 1991، وقدم دور ممدوح الذي نشأ في أسرة مفككة عقب انفصال والديه، ويتعرف على أصحاب السوء ويلتقي بأرملة شابة ويطلب الزواج منها ولكنها ترفض. وكان هذا الفيلم الانطلاقة لفؤاد في التمثيل، والذي شاركه البطولة صلاح قبيل وسهير البابلي. يرفض محمد فؤاد العمل مع محمد هنيدي تحت أي ظرف، وأكد أنه أكثر نجومية من هنيدي في برنامج 100 سؤال. شكرا لمتابعتكم كلاكيت فن.